بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعادل المحلة والأهلي في مقابلة صادمة أو مواجهة صادمة لجماهير النادي الأهلي. ليه؟ تالت ماتش في الدوري. أول ماتش مودرن سبورت بيتعادل 2-2، تاني ماتش كسب فاركو 4-1، تالت ماتش تعادل مع المحلة، لأن الأسبوع اللي فات كان النادي الأهلي مريح اللي هو الباي. فالنهارده بيلعب المحلة في المحلة والساعة 6 فيتعادل. فيجي واحد يقول لي الله، طب بيتعادل ليه؟ هقول له عشان بيلعب الساعة 6 وبيلعب خارج ملعبه وبيلعب في المحلة، وهو الكلام ده اللي احنا قلناه السنة اللي فاتت لو تفتكروا، إن بيراميدز طلع 9 ماتشات بره ملعبه ولعب على ملعبه 8، وجه الدور الثاني لعب 6 ماتشات بره ملعبه، والاتنين التانيين كان الاهلي والزمالك. فالناس تقول لك ايه؟ لا ما هو انت اصلا، ما هو بيراميدز خسر من فاركو، ما هو كان بيلعب الساعه 5 وكان بيلعب في ملعب ضيق. انتوا عارفين ملعب غزل المحله واسع، يعني ما فيش حجه، انما ملعب اللي هو كان ساعتها فاركو اللي هو الماكس ضيق جدا وكنس جدا وممكن تتعادل وتخسر فيه. وده ان السنه اللي فاتت ان فاركو الدور الاولاني تعادل مع النادي الاهلي. ده بس عشان نفكر الناس ان النادي الاهلي لما بيخرج من داره الدنيا بتبقى سودة، بيرجع يا بالتعادل يا كسبان بالعافيه. النهارده بيلعب المحله، مفيش اي مبرر ان هو يتعادل. اي مبرر هات لي هتقول لي ضيع كوره تريزيجيه الشوط الاولاني في القائم، كوره الشوط الثاني اشرف داري اللي شاطها وجات في العارضه. طب ماشي، وبعد كده اين الصفقات اللي هي كانت بتاعت اللي هي طلع لسانك للخصم؟ اين الصفقات النهارده كلها صفقات وهميه، كلهم مش قادرين يشيلوا رجليهم. وده حقيقي، لان لو في صفقه واقفه على رجليها تكسب النادي الاهلي النهارده. وهقول لك ان الراجل بدأ غلط، المدرب بدأ غلط جدا. وقلنا بعد ماتش مودرن سبورت، قلنا يا رجاله في فرق كتيره هتيجي تلعبك زون ديفنس. يعني المحله من ساعه لما انت عرفت ان هي تالت مباراه في الدوري بعد الماتش الباي، كان الاسبوع اللي فات ده كله كنت مرنت لعيبتك ازاي يضربوا التكتلات الدفاعيه دي. ولكن للاسف احنا بندن في مالطا. ليه؟ لان طبعا القناه فاضيه، بس ايه او البرنامج فاضي ان هو بس يجيب حاجات تانية بعيده عن التحليل المجدي الايجابي، اللي هو طول الاسبوع اللي فات ده انت هتلاعب المحله، وهتلاعب كمان مش المحله بس، ده انت هتلاعب الكابتن علاء عبد العال. كابتن علاء عبد العال ده ملك الخطط الدفاعيه بعد الكابتن جوهري الله يرحمه. فمفروض تقابله ازاي؟ ابدا المباراه ب2 راسات حربه سيرف، ولكن انت حاطط لي تراضي بن شرقي وتراضي زيزو وتراضي لي تريزيجيه، ومموت الراجل اللي اسمه جراديشار، واخد بالك؟ وبعد كده تقوم جاي مطلع عمر كمال. يعني هو كان عمر كمال السبب في التعادل بتاع الشوط الاولاني، وتودي كريم فؤاد الناحيه الثانيه وتنزل لي الموهبه الناحيه دي. طب ايه الاضافه اللي اضافها؟ ما عملش كروس، الموهبه نزل ما عملش كروس، وديت هناك الناحيه الثانيه قدامه تريزيجيه، موتت انت كريم فؤاد والجبهه اليمين، مع العلم ان كان من احسن لعيبه موجوده النهارده في النادي الاهلي كريم فؤاد وديانج وشويه اشرف داري، وشويه بعد اللي اسمه احمد رضا ده بعد ما نزل مسك الكره شويه وخلى فيه شويه خطوره، عمل لك كام اسيست في العمق. بس لكن للاسف محدش يستغلها. ليه؟ لان في تكدس دفاعي. فانت لعبت من البدايه بتلعب لي باشرف بن شرقي ناحيه الليفت وناحيه الرايت تريزيجيه وتحتيهم، وطبعا جراديشار وتحتيهم زيزو، وبعد كده بن رمضان اللي انا مش عارف المعلقين عمالين ينفخوا في لعيبه وهميه. لما هيبقى كويس احنا اول ناس هنقول كويس. محمد بن رمضان جاي ومحترف من تونس والكلام ده، بقاله دلوقتي 3 ماتش مالوش بصمه. ايه الحاجه الوحيده اللي عملها الكروس اللي هو في ماتش سهل قوي اسمه فاركو، انما عايزينه في ماتش زي ده ما تلاقوش. النهارده مضيع واحده
طلع وحطها في من فوق العارضه جون. ده انت في قلب الجون، في حد يطلع ويحطها بالشكل ده؟ وفاول، وكان المفروض يطرد. لو الحكم ده كان حكم بس خاف طبعا، لان في واحد مش هيحكم وتهدد، وعشان طرد محمد هاني فاحتمال ما تشوفوش تاني، فهو خاف. في واحده تانيه زق الراجل ياخد الانذار التاني ويطرد، بس طبعا خاف. في واحده في اخر الماتش الحكم الراجل عمل تاكلين وخد الكوره حسب فاول. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انت مكتف الفرقه كده ليه يا راجل؟ يا راجل ده الكوره دي كانت ممكن تبقى جون. ما تسيب يا عم، ما تسيب الكرة تعدي. الراجل ده هو اللي فاول له، مش فاول عليه. ما علينا. مفروض ان الناس تقول له في الماتشات دي، في ماتشات لازم تلعب باتنين راسة حربة، جراديشار يعني محمد شريف وتحتيه جراديشار، وقعد واحد من الصفقات الوهمية اي حد بقى. تريزيجيه لغاية النهارده ما جاش غير الكرة اللي جابها في العارضة من ساعة ضربة الجزاء اللي هو ضيعها في ميامي. طبعا زيزو حاطط دماغه ان لازم اثبت ان انا احسن من الفينا، ان انا برقص زي الفينا واحسن من الفينا وكل ده موتره، لا عارف يعمل كروس. جات له النهارده 300 كورنر، ما عملش واحده على دماغ حد ان هي تيجي جون. فاول. برضو الكروسات اللي هي العاديه اللي هي ما فيهاش حاجه ان الفيرود يركب ويجيب جون ولا الباك يركب ويجيب جون، كلها كروسات نمطيه وتأدية واجب. ليه؟ لان حط خلاص الفينا في دماغه. خوان الفينا بقى في دماغ زيزو زي ما هم عملوه في نادي الزمالك وبينفخوا فيه. لا انا بعرف ارقص وبعرف. رخر النهارده كان متوتر وشكله كان وحش جدا، والشوط الثاني كله مختفي. مفيش الا الكوره بس اللي هو الراجل جراديشار عداها له وشاطها وعامر مسكها او طلعها، بس غير كده مفيش اي. وطبعا برضو المعلقين ارقامه الماتش الاولاني عمل اسيستين ايه ده 13 فاول ثابت. ما اي حد بيرفع الفاول الثابت. طب ما انت برضو في ماتش بودر ده الراجل رافع الكورنر زي ما الكتاب بيقول، وعلي الفيل طالع زي ما الكتاب بيقول، وحاططها في السوكه لمصطفى شوبير زي ما الكتاب بيقول. قعدتوا تمدحوا في بتاعه ياسين مرعي وبتاعه احمد رضا، وسايبين الراجل علي الفيل اللي طالع وشايف وراكب وعامل. بس احنا لازم نطبل للعمده. امال ايه؟ ما لازم بقى ونقول بقى ايه اصل ارقامه فين؟ انت بتلاعب فاركو، فرقه على قد حلاوه طيبه السنه دي. مودرن سبورت اللي جايه من الهبوط السنه اللي فاتت بقرار، واخد بالك؟ والنهارده المحله اللي برضو كانت هابطه السنه اللي فاتت بس معاهم مدرب. انا بتاسف لك يا كابتن علاء، بتاسف لك لما قلت الاهلي هيكسب، لان بالصفقات الوهميه اللي جت قلت هيكسب، قلت بالاسماء هيكسب، قلت بالجماهير هيكسب، قلت بالتاريخ هيكسب. ما كنتش متوقع ان انت هتقفل الملعب بالشكل ده وتخليهم كلهم النهارده عجزه. هتفقس النهارده فرقه النادي الاهلي بالصفقات، هتقول له انت جايب صفقات وهميه. ما كل واحد يبص لحاله. المحله اكبر صفقه عاملها بكام؟ هتلاقيه بمليون جنيه ولا 2 مليون جنيه. انت عامل صفقتين بمليار، صفقتين بس بمليار. ماليش دعوه بقى بين شرقي وبين رمضان وباللعيبه المصريه واللعيبه اللي اتجددت واللعيبه اللي جت المصر، ماليش دعوه بالكلام ده. انا هكلمك على 2 اللي هم كانوا في الملعب النهارده، زيزو وتريزيجيه. انتاج زيرو. يمكن تريزيجيه جاب واحده في القائم. هتقول لي زيزو شاط واحده ده في نص الجول، هتقول لي جت على شمال. انا مالي ما كان بيجيبها في الزمالك. ليه؟ عشان ما كانش بيهرك نفسه وبيجهد نفسه وينزل يستلم عشان يقول لك انا اهو بعرف ارقص، انا اهو بعرف اعمل كروس، انا اهو بعرف اشوط على الجول. كان عالة النهارده على الفرقه. طبعا الناس هتقول لك ارقامه هتنسي الناس تعادل. يعني النهارده هينسي الناس التعادل عشان يقول لك ايه زيزو نجم المباراه. تخيل. طب وعامر الراجل اللي هو اصلا كسر والاربعه الديفنس بتوع المحله اللي هم وقفوا المليارات بالنسبه للنادي الاهلي. يا رجاله حد من الناس الجهابزه يقعد مع الراجل ده يقول له في ماتشات لازم تبدا بيهم 2 رصاد حرب عشان تكسب. ماتش زي النهارده، ماتش زي مودرن، ماتش زي فاركو، لازم يلعب ب2. لما تيجي تلعب بيراميدز العب براس حربه واحد، اما تيجي تلعب الزمالك العب براس حربه واحد، اما تيجي تلعب سيراميكا العب براس حربه واحد، اما تيجي تلعب المصري العب براس حربه واحد.
انما في ماتشات الفرقه هتقف لك، فلازم يبقى في عندك كثافه عدديه. قفشه النهارده دوره كان مفروض ان هو ينزل اخر ربع ساعه عشان يسقط لك كوره، بيعمل لك كوره في السكس ياردة، بيعرف يجيب جون، بيعرف يعمل جون. هو ده اللي انت تستفيد منه. انت بقى خلصت النهارده على شوبير، مصطفى شوبير، بعد ما وقفت الشناوي. خلصت على تريزيجيه، خلصت على بن شرقي، خلصت على مين تاني، عمر كمال عبد الواحد، خلصت عليه نهائي. لان اللعيبه دي بتبقى عايزه تاخد ماتشات على طول وتلعب على طول عشان تبقى في الصوره. فانت لما تلعبه شوط وتشده وتقعد مصطفى شوبير بعد الغلطه اللي فاتت، مع انك انت كسبان 4، يبقى انت جاي تاكل عيش بصراحه. يعني كده هي كده فلتت منك. فلازم الرجاله تقعد معاه وتقول له ان في ماتشات يتلعب باتنين راسات حربه، والاتنين على الاطراف، وديفندر واحد وواحد تحت الفيرود زي الراجل اللي اسمه بن رمضان ده. فبرضه السبب النهارده في التعادل هو الراجل ريفيرا اللي هو المدير الفني لفريق النادي الاهلي، مع حاله اللعيبه اللي هي بتتكل على الجماهير والتشجيع. الجمهور النهارده شجع لما اتعمى، صوته راح. جماهير النادي الاهلي النهارده لغايه اخر ثانيه صوتها راح عشان تفوق اللعيبه، بس اللعيبه مش قادره. والله الراجل ما بيلعب لا خطه ولا قطه ولا اي حاجه، الراجل بينزل النجوم وخلاص. ما تطلعش زيزو عشان انت طلعته يوم ماتش ميامي فشمت فينا الزملكاويه والمواقع قعدت تفرح والكلام ده، فلاعبه لازم يلعب. زيزو كان لازم يغير النهارده لو الراجل دوت فير، لو الراجل ده عايز يكسب بجد. ماتش بصراحه انا بقول لنادي المحله والكابتن علاء عبد العال مبروك، عملتوا مباراه جامده جدا على قد الامكانيات بتاعتكم، ومش مطلوب منكم غير كده، وكتر خيركم. وانتوا عملتوا كل حاجه في الكوره ان ما تخشش جون وما دخلتش جون، فانتوا ابطال. والكابتن علاء النهارده انت بطل، لانك عرفت تلعب على قد امكانيات لاعيبتك وفرقتك، وخدت بونت من بق الاسد. بس للاسف الاسد ما كانش فايق النهارده ولا هيفوق، لان النفسيات عاليه قوي. النفسيات تحس كده ان الكوره مش هتخش. مش ده النادي الاهلي يا جدعان اللي الكوره كانت بتبقى طالعه كورنر وتروح في المقص، تغير اتجاه وتروح في المقص، عشان كانت النيات سالكه، النيات كانت سليمه. النهارده الكوره بتاعت بن رمضان وبتاعت اشرف داري وبتاعت تريزيجيه وبتاعت بن شرقي، الكور دي بتخش جون واحنا متعودين عليها بتخش جون. بس في حاجه غلط، ارجع تاني لاوضه اللبس والنفسيات وابدا عالج اللعيبه اللي النهارده زي حسين الشحات نازل لا حول له ولا قوه، بس غصب عنه. هتطلع دلوقتي اللي جاي بتقول لك حسين الشحات السبب، هتقول لك طاهر محمد طاهر السبب، هتقول لك مثلا ديانج السبب، هتقول لك مثلا مش عارف مين السبب، بيكهام السبب. انما لا هيجيبوا زيزو ولا تريزيجيه ولا بن رمضان. ليه؟ لان دولت اللي جايين بالدولارات. المباراه كانت من جانب واحد، المباراه كانت بصراحه ما فيهاش المتعه والحلاوه. ان انت يعني انا ممكن اتعادل، انت هتقول لي ما انا جبت 2، واحده في القائم واحده في العارضه. طب ما وبعد كده انت بتلاعب فرقه ال11 لعيب واقف لك في ال18، ولازم تبقى عامل حسابك على كده. وهتلاقي كل الفرق اللي هتكسبك او هتاخد منك بونت هتعمل نفس الشكل ده، لان انت عندك لعيبه النهارده تعتبر مش قادرين يشيلوا رجليهم. تحس كده ان يا اما مش قادرين، البدني عالي قوي، بياخدوا بدني عالي قوي، يا اما البدني واقع قوي وهم بيلعبوا باسمائهم. وانا رجح الثانيه دي، كل واحد بيلعب باسمه. زيزو ما يطلعش عشان ان هو جايبينه من نادي الزمالك اللي احنا بنطلع له لسانه وبنعاند بيه الجماهير. لا خلاص، الحته دي المفروض تتلغي، لان جاب اخوان الفينا اللي هو دلوقتي حديث مصر كلها. وراجل ده جاب الجون يا جدعان، ده حيا الكروس الاسيست بتاع عبد الله السعيد، كره طالعه قوي وجري وقام جاي واخدها ودخل بيها لجوه وحطها. ما شفناش الاجوان دي غير من شيكابالا بس بصراحه يعني. وبره على مستوى العالمي من ميسي. اشتموني بقى واقعدوا بقى هيجوا عليا بس ده الحقيقه والله العظيم. الواد
في لمسه من اللعيبه اللي هي الاساطير، اللي هو شيكابالا، اللي هو بعد كده بقى ملك الكوره اللي جه في العالم بعد مارادونا، ميسي. مش عايز اطول عليكم في الحته دي، ويمكن هو ده سبب من اسباب توتر زيزو النهارده، ان هو عايز يثبت لجماهير الاهلي لا 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 انا احسن وانا وكان لعبه كله النهارده كل الكور مقطوعه منه، ملوش ايجابيه، لان ما بتعرفش ترقص. انت ميزتك في الكروس وضربه الجزاء، ارفع لك القبعه يا عم. انت حتى النهارده الكروس بتاعك مش مظبوط ومفيش ضربات جزاء، يبقى انت لعيب عادي من ضمن اللعيبه زيك زي اللعيبه اللي هي ما عندهاش حلول. طالما ان انت الكروس بتاعك اتقطع ومفيش ضربه جزاء انت لعيب عادي. انما لو في كروس عدى يبقى انت لعيب مش عادي، ضربه جزاء جت وجبتها يبقى انت لعيب مش عادي، لان ده التخصص بتاعك. انما المهاره والفن والهندسه بص على اخوان. ماشي، اشوفكم ان شاء الله بكره بعد مباراه الزمالك. السلام عليكم.